نعم. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شيخ، كيف أقوي إيماني وكيف أستطيع أن أتلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ أكثر من السجود، والله أكثر من السجود في الثلث الآخر من الليل. الآن الرجل الفطن، أريد أن أتكلم في مسألة. الرجل الذي أو المرأة، حتى لا يقول بعض، وصلني إيميل يقول: يا شيخ أنت متعنصر للرجال، عندك عنصرية همجية رجولية ودائما ضد المرأة. لا أدري كيف. المهم، الشاهد من الأمر، الرجل الفطن، عفوا المرأة الفطنة أو الرجل الفطن، إذا دعا ربه يقدم ضعفه بين يدي ربه. زكريا عليه السلام حينما نادى في دعائه: إني وهن العظم، انظر، قدم ضعفه: يا رب أنا عظمي هذا الذي في الداخل ضعيف، إني وهن العظم مني. ثم قال: واشتعل الرأس شيبة، لأن عادة اللحية هي التي تشيب في البداية ثم يبدأ الرأس، فقدم ضعف الداخل العظم وثنى على الضعف الظاهر هو الشيب. واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي إلى النهاية. الشاهد من الأمر، بعدما قدم ضعفه طلب من الله الذرية. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول: اللهم أعطني، اللهم ارزقني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجل هذا، ولو أنه حمد الله وصلى على نبيه ثم سأل الله. هذه السنة الدعاء، ولو أنه حمد الله وصلى على نبيه ثم سأل الله. فلا أنت الآن، أنا الآن مثلا أعاني وأنت تعاني، نحن لا نتلذذ في القرآن. القلوب بيد من؟ بيد الله. أذل نفسي إلى الله، أسجد لله سبحانه وتعالى في الثلث بعنا الله ليلة، أسجد لله سبحانه وتعالى: اللهم إني أشكو إليك قسوة قلبي ولا يقلب القلوب إلا أنت، فأسألك يا رب، تفنن في الدعاء، فأسألك يا رب يا من له قدرة على القلوب ولا قدرة لغيرك على قلبي، أن تثبت قلبي على دينك وترزقني الفهم القرآن وإلى النهاية. فتفنن في الدعاء. فكيف تتلذذ في الإيمان أو بالطاعة؟ أكثر من السجود. أفضل هيئة هي هيئة السجود. لهكذا في الثلث الآخر من الليل قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من داع إلى النهاية. فجمع قرب الرب، نزولا يليق بجلاله. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أقرب العبد ما يكون لربه وهو ماذا؟ وهو ساجد. فأنت تكون أيضا قريبا من الرب والرب قريب منك. وفي الثلث الآخر من الليل موطن إجابة الدعاء. إذن احرص على هذا، قدم شكواك إلى ربك فقط. من منا يدعو لقلبه؟ ادعوا لقلوبكم. نعم.